بقى كل ده يطلع منه؟ قشر الليمون اوعي تاني ترميه. عملتلك النهارده شويه مربى. ايوه اعملي من الفسيخ شربات بشويه قشر ليمون هتفتحي نفسهم. ايوه بدون ليمون ولا حبه بركه ولا حتى عصفر. يلا سمي الله وصلي على رسول الله. شيري الطريقه على صفحتك ومع كل اصحابك عشان ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها. فاكرين الفيديو اللهم بارك اللي طلع ترند بتاع مكعبات الليمون؟ لما خزنا الليمون وخدنا العصير بس حطيناه في مكعبات في الفريزر للاستخدام. ده قشر الليمون اللي اتبقى منه. ناس كتير قالت لي يا مريانة هتعملي بيه ايه؟ انا كنت مستنياه يتخلل كده عشان اقول لكم الطريقه دي. وكل اللي انا عملته ان انا غليته في الميه، يعني اديته غلوه واحده بس. بصي اول ما الميه تغلي كده هتروحي قافله عليه ومغطيه وسايباه يبرد في الميه بتاعته. يعني مفيش بالظبط 5 دقايق بس غليه وهتقفلي وتسيبيه يبرد. في الوقت ده تكوني مقطعه شويه فلفل حامي على بارد زي ما انت عايزه. الطريقه دي في التخليل يا جماعه بتاعت ست الله يرحمها. عايزه اقول لك كانوا بياكلوا قشر الليمون اكتر من الليمون المعصفر نفسه. وبجد القشر بيبقى زبده كده ودايب دوب. بصوا بقى فرمت الفلفل وهنا بقى كان الليمون برد في الميه زي ما قلت لكم. انا اديته غلوه وطفيت عليه وسبته في الميه دي. عايزه اقول لكم بقى كنت عملت الغدا والعشاء، يعني كان فات 7 ساعات وهو في الميه دي لغايه اما برد. صفيته بقى من الميه بتاعته ونزلت بالفلفل اللي انا فرمته في الكبه. كتري فلفل بقى وحطي كمان قرون مفيش اي مشكله. قلبي كله على بعضه بقى. وعندك البرطمانات الازاز بتاعتك المتعقمه وهنبتدي نحط الليمون. عايزه اقول لك طريقه اقتصاديه وموفره جدا بدون حبه بركه ولا بشر جزر بقى ولا عصفر ولا هتبهدلي الدنيا وتكلفي نفسك. جدي الله يرحمه كان يحب ياكل القشر، واصلا الطريقه دي بعد التخليل تحسي الليمونه نفشت وكانك ما عصرتيهاش. ركزي بقى في المحلول. هجيب من الميه اللي انا سبت الليمون فيها، تمام؟ عايزه تجيبي ميه مغليه وتسيبيها تبرد وتسقي بيها مفيش مشكله، هيها. وهبتدي احط 3 مكعبات ليمون اللي هو بما يوازي 4 عصير ليمون. واحط ربع كوبايه خل. وطبعا كل لتر من الميه بيحتاج 3 معالق. استخدمي الملح الخشن في التخليل وهيبقى المخلل بتاعك تحفه. فانا حطيت كده حوالي 6 معالق على ال2 لتر اللي عندي. وحطيت كمان معلقه سكر كبيره مع الليمون والخل. وابتديت املى البرطمانات كده. هبتدي بقى احط كده الملح اللي في القعر كده فوق الوش. وطبعا اتاكدي من حدوقيه الميه. حطيت شويه زيت وقفلت. طبعا انا هنا كنت مزرزره البرطمان على الاخر ملياه بقى. فقلبته وسبته 5 ايام يا جماعه. يعني الصراحه انا نسيته. المخلل ده مخلل سريع ولا هتستنيه بالشهور ولا اي حاجه. مفيش 5 ايام وقشر الليمون ده هيبقى زبده لانه اصلا زي ما اتفقنا واخد غلوه واستوى في الميه السخنه دي اصلا. بصوا بقى وهنا الفوران الرهيب ده بقى كفاءة. ده دليل النجاح. شايفين اصلا مية التخليل تخينة ازاي؟ كأنه محلول جيلاتين. بصوا اللهم بارك الصوص يتاكل قبل القشرة. شايفين الجمال؟ وزي ما قلت لك لو مش عايزة تسقيه بالمية اللي اتنقع فيها وتعملي له مية مغلية وتسيبيها تبرد وتسقيها مفيش اي مشكلة. لو انتي ما بتحبيش سنة المرارة اللي بتبقى موجودة في مخلل الليمون، تمام؟ يبقى استخدمي مية مغلية وسيبيها تبرد وحطي عليها بقى عصير الليمون والخل والسكر والملح وكل حاجه. شايفين يا جماعه العصاره اللي موجوده في قشر الليمون؟ احنا كاننا ما عصرناهوش اصلا. واللهم بارك عامل كده زي المربى تحفه. جربوها يعجبكم وحوشي قشر الليمون واعمليه احلى مربى. اتمنى تكون عجبتك. كان معاكي شيماء محمد والسلام عليكم.